يا مساء الهنا والسعد عليكم حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. والنهارده جايه لكم بفيديو حلو جدا جدا وهيعجبكم جدا. هنعمل النهارده ان شاء الله حلو قدرة قادر. هنعملها بطريقه سهله جدا وبسيطه، والشكل ما شاء الله زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا ومظبوطه جدا وطعمها تحفه قوي. وكمان الكيكه بتاعتنا طالعه هشه جدا وجميله. هنعملها ان شاء الله في البيت، كل التفاصيل هنعملها من البيت، مش هنشتري اي حاجه جاهزه او سواء كريم كراميل او كراميل نفسه. طبعا كل حاجه ان شاء الله هنعملها مع بعض زي ما هتشوفوا. يلا بينا على طول نبدا في الوصفه بتاعتنا ونقول بسم الله. بس طبعا قبل ما نبدا يا ريت تعملي لايك كده من ايدك الحلوه. اول حاجه طبعا عندي 4 بيضات. انا بس كسرتهم وهسيبهم على جنب عشان هم كانوا في التلاجة وانا عايزاهم بدرجه حراره الغرفه. عندي 4 بيضات وحطيت عليهم فانيليا وهسيبهم على جنب. عندي بقى هنعمل الكراميل. حطيت 3/4 كوبايه من السكر. حطيتها زي ما انتم شايفين في حله ألمونيا او كسرونه ألمونيا لو عندك، بيبقى احسن بكتير، بيبين لك لون الكراميل بتاعك عشان ما يتحرقش منك ولا حاجه. وطبعا الحله الألمونيا بتستحمل الحراره، فهتخلي الكراميل بتاعنا حلو جدا ولونه جميل في نفس الوقت مش ممرر. هنبدا بقى نسيبه كده على النار عاليه الاول حوالي كده دقيقه لحد ما السكر يبدا يسيح معايا. بعد كده هوطي النار وهبدا بمعلقه خشب اقلبه كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا السكر لو كلكع معاكي ما تخافيش خالص، باستمرار التقليب هتلاقيه معاكي فك وبقى زي الفل زي ما انت شايفه كده. هسيبه طبعا على النار لحد ما يديني لون الكراميل الحلو ده، مش عايزاه يسود او يغمق عشان ما يديكيش مراره. اول ما يدينا الدرجه الحلوه دي هنبدا ننزل عليه بمعلقتين بس صغيرين من الميه، واكون طفيت النار خلاص. وهشتغل بقى الخطوه الجايه دي بسرعه عشان الكراميل بتاعي ما ينشفش مني. تمام كده الكراميل بتاعنا مظبوط جدا. هناخده بقى على طول وهنروح فين؟ هنروح نحطه في الصينيه اللي احنا هنستعملها. انا هستعمل النهارده هستعمل الصينيه بتاعه الكيك دي اللي بتبقى مفتوحه من النص دي، تقريبا اسمها المدهشه. هتبقى حلوه جدا معاكي. عايزه تستعملي صينيه عاديه مفيش اي مشكله. طبعا الخطوه دي بسرعه بسرعه نعملها عشان خاطر الكراميل اللي بيلزق معانا بسرعه. وهنبدا بقى نوزعه كده من تحت في كل الجناب. يبقى كده خلصنا من خطوه الكراميل. عايزه اقول لكم على حاجه، ان قبل ما بنحط الكراميل نديله بس مسحه من الزيت بسيطه، ما تكتريش الزيت، مسحه من الزيت بسيطه. كده خلاص خلصت الكراميل. هسيبها بقى اركنها على جنب وهنشتغل ان شاء الله في الكريم كراميل. هنعمل ايه؟ ال4 بيضات اللي انا سبتهم زي ما قلت لكم يبردوا، اخدوا خلاص درجة حرارة الغرفة. هنبدأ بقى نشتغل فيهم. هحط عليهم 3/4 كوباية من السكر. هنضرب خليط السكر والبيض كويس جدا جدا مع بعض لحد السكر ما يدوب. وبعدين هنضربهم. طبعا ممكن تستعملي الخلاط مفيش اي مشكلة خالص، وهيبقى تمام جدا معاكي. اهم حاجة ان احنا نضربهم كويس جدا جدا عشان السكر بتاعنا لو هو مش مضروب كويس هيدينا القوام بتاعه مش هيبقى حلو. هيبقى قوام الكريم كراميل اللي معاكي محبب، مش هيبقى قوامه ناعم كده ومالس وجميل. هنزل عليهم بقى بايه؟ ب3 كوبايات من اللبن. تمام اللبن برضو يكون بدرجة حرارة الغرفة. وهضربهم برضو كويس جدا. لازم ان انا امزج الخليط ده كويس جدا مع بعض. كل ما ضربتيه كويس كل ما اداكي قوام حلو جدا واملس جدا. وبعد 10 دقايق من الضرب المتواصل زي ما انتوا شايفين ضربت الخليط ضرب متواصل 10 دقايق عشان اضمن ان السكر بتاعي يكون داب وما يكونش فيه اي تكتلات، عشان الطبق دي لازم تكون ملسه جدا. بدات بقى ان انا اصبه في القالب زي ما انتوا شايفين كده على الكراميل. وطبعا صفيته كويس جدا وهسيبه بقى على جنب عشان هنروح نعمل الكيك. تمام عندي بقى للكيك 3 بيضات و50 جرام من الزبده. هحط الزبده تسيح على بال ما انا انزل البيض. طبعا البيض بتاعنا بدرجه حراره الغرفه. عندي 3 بيضات هحط عليهم نص معلقه من الفانيليا، وهحط معلقه كبيره من الخل. وكمان هنفضل بقى نضرب كده كويس. وهحط معايا حوالي 3/4 كوبايه من السكر. هنزلهم الاول هضربهم كده بالمضرب على السرعه الهاديه، وبعدين هبدا اعلي السرعه بتاعتي. بس بنضربهم الاول على السرعه الهاديه عشان خاطر اضمن ان السكر يكون داب. وبعدين هبدا بقى اعلي السرعه وهضرب السكر والبيض لحد ما يديني القوام واللون اللي انت شايفاه ده. لازم يوصل معانا للقوام ده، يبقى قوام تقيل وفي نفس الوقت فاتح، والخليط بتاعنا اتضاعف حجمه. هنحضر بعد كده المواد الجافة اللي هي عبارة عن كوباية من الدقيق، عليها معلقة صغيرة من الكيك شيف، وكمان معايا معلقتين من الكاكاو الخام. لو عايز تقللي الكاكاو براحتك، بس دي بتبقى كده حلوة جدا. وكمان معاها ذرة من النسكافيه او القهوة
بتدينا طعم حلو جدا جدا في الكيك، اللي هي بالشوكولاته بالذات. تمام يا بنات، هقلبهم كويس مع بعض زي ما شفتوا، وبعدين هبدا انزل على البيض والسكر واحده واحده كده وبالراحه، حبه حبه. مش عايزه انزلها دفعه واحده عشان ما تاخدش الكيكه وتهبط مني، لا انا عايزين واحده واحده عشان خاطر نفضل محافظين على قوام الكيك، وفي نفس الوقت الكيك بتاعنا يبقى هش جدا وجميل. بدات بقى ان انا احط شويه بشويه وبالمعلقه كده من تحت لفوق، واقلب وامزج المكونات مع بعض لحد ما اخلص كميه الدقيق اللي عندي. وبعد ما نخلصها طبعا احنا زي ما قلت لكم كنا مسيحين 50 جرام من الزبده، وحط عليهم كمان شويه من الزيت. بعد ما نقلب ونخلص كل المكونات الجافه، هنبدا بقى نجيب شويه الزبده اللي عندنا ونحطهم. تمام، خلصت كل المكونات الجافه زي ما انتم شايفين، وبعدين هبدا بقى اجيب شويه الزبده وهننزل بيهم عليهم شويه من الزيت. هنزل بيهم وبرده هقلب كويس، تدينا طعم حلو جدا جدا للكيك، كمان بتدينا طراوه حلوه جدا. اقلبهم كويس جدا جدا مع بعض، وبعدين هنبدا بقى ايه، نصبهم على الخليط، على كريم كراميل اللي احنا عملناه مع بعض بالشكل اللي شايفينه ده. ما تخافوش خالص من المنظر ده، كل ده هيفصل في الفرن وهيبقى تمام جدا، عشان كده سموها قدرة قادر. بجيب بقى ميه سخنه بتغلي وبحطها في صينيه زي ما انتم شايفين كده، لازم تستوي معانا في حمام مائي زي ما انتم شايفين. صينيه ونحط فيها الصينيه بتاعتنا بتاعت قدرة قادر، ونحط عليها تلتها ميه سخنه يعني بتغلي، لازم يكون الميه سخنه بتغلي. وهنحطها في الفرن درجه حراره متوسطه، طبعا نشغله من قبل، وهتسيبها في الفرن حوالي ساعه معانا، هتقعد معانا ساعه في الفرن. هنختبرها بالخل، وبعدين هنطلعها لما تكون الكيكه بتاعتنا خلاص استوت تمام زي ما انتم شايفين. وهنطلعها نسيبها تبرد خالص على الرخامه، وبعدين نحطها في التلاجة تقعد من بالليل للصبح، حوالي اقل حاجه تقعد 5 ساعات في التلاجة. هنبدا نطلعها نعمل لها برضو حمام مائي عشان الكراميل يسيح ونعرف نقلبها مع بعض. هجيب ورقه من الكرتون كده، لو انت طبعا في البيت هتحطيها في طبق تقديم، لكن انا كنت عاملاها اوردر وكانت حلوه جدا وعجبت العميله جدا، وان شاء الله انتوا كمان هتعملوها وهتعجبكم جدا وهتطلع معاكم ناجحه مليون في الميه. هنبدا بقى زي ما انتم شايفين كده، هسيبها شويه لحد ما تنزل معايا وابدا ارفعها، وهتشوفوا بقى الشكل الجميل. بسم الله ما شاء الله، بجد جميله جدا، وبجد انا فرحت جدا من شكلها. كنت بصراحه لما حطيت الكيك على انا عملتها بس مره واحده في حياتي، هي مره واحده بس عملتها في البيت وكانت جميله جدا. واما جيت بقى اعملها اوردر حسيت بخوف شويه، وبعدين قلت لا توكلي على الله كده واعمليها. لما تلاقيت الكيك نزلت كده حسيت ان هي مش هتطلع، خفت. فلما طلعت معايا بقى بالشكل الجميل ده اتبسطت جدا وفرحت جدا ان هي طلعت معايا كده. وده شكل الكيك بتاعنا النهائي، يا رب ان شاء الله يكون عجبكم. يا ريت يا بنات تجربوا الوصفه، ان شاء الله الوصفه ناجحه مليون في الميه. زي ما انتم شايفين كده شكلها حلو جدا، كان نفسي اقطعها معاكم بس مش هينفع، لان طبعا زي ما قلت لكم طالعه اوردر. وان شاء الله باذن الله نعمل مع بعض واحده كمان ونقطعها مع بعض، نشوف مع بعض كمان شكلها من جوه كده. وصلت معاكم لنهايه الفيديو، اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو النهارده عجبكم. يا ريت لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، واستودعكم الله، مع الف سلامه.